ازيك يا مام؟ خليني اسألك سؤال كده. تفتكري كام مرة قلتي لابنك بص اخوك شاطر ازاي، او اختك بتسمع الكلام وانت لا؟ شكلها جمل بسيطة صح؟ بس صدقيني تأثيرها على نفسية ابنك اكبر بكتير. المقارنة بين ولادك مش بتخليهم يتطوروا زي ما انت فاكرة، بالعكس دي بتخليهم يحسوا ان حبك ليهم مش متساوي ومفيهوش عدل، وان لازم يثبتوا نفسهم عشان ياخدوا رضاكي وحبك. وهنا بتبدأ الغيرة، والغيرة دي بتاكل في ثقة الطفل بنفسه واحدة واحدة. ولازم تعرفي ان الولد اللي بيتحط في مقارنات دايما بيحس انه اقل من اللي حواليه، وده بيخليه يفقد الحماس ويفكر دايما اني مهما عملت هفضل في نظرهم وحش. اما الابن التاني اللي بيتقال عليه انه احسن واشطر فبيبقى متوتر دايما وخايف يقع من المكانة اللي اتحط فيها. يعني انت كده هتخسري الاتنين. طيب نعمل ايه علشان نحفز ولادنا من غير مقارنات؟ اول حاجة تركزي على التشجيع الفردي، يعني قولي لكل طفل جمل تحفيزية زي انا فخورة بيك انك حاولت، او عجبتني طريقتك وانت بتذاكر. ومش لازم تبقي بتقارني علشان تمدحي. تاني حاجة، لما تلاقي الغيرة دخلت بين الاولاد اياكي ابدا تقفي مع طرف ضد التاني، اسمعيهم هما الاتنين وحسسيهم بالاهتمام وانك فاهمة مشاعرهم كويس، وحاولي تحلي الامور بشكل ما يخليش الاولاد يشيلوا من بعض. وفي النهاية يا مامي، كل طفل ليه بصمته الخاصة وشخصيته الفريدة اللي ربنا خلقه بيها، ودورك انك تكتشفي ايجابيات كل واحد وتشجعيه وتهتمي بيه عشان تخلي حبك ليهم هو اللي بيحميهم، مش المقارنة اللي تفرقهم.